باعتبارك بقى دارس للإنشاد الديني يعني الابتهالات أو التواشيح الدينية، إيه الفرق؟ هل في فرق ولا هي كلها مسميات ولكن في النهاية المعنى واحد، إن إحنا بنستمع يعني لأشعار دينية جميلة بصوت بنغمة موسيقية، بيبقى في تعبير مثلا، في دعاء لله سبحانه وتعالى، في مديح للرسول صلى الله عليه وسلم. إيه الفرق بين التواشيح والابتهالات والإنشاد والإنشاد والإنشاد؟ هما في الآخر مسمى واحد، مم. لكن هو الفرق يعني طريقة الإلقاء أو الأداء يعني. اه فالإنشاد بيبقى نوعا ما في يعني تفاعل أكتر، في ردود، يعني مثلا زي أهلا وسهلا بالنبي، فإحنا بنرد مع بعض، فإحنا اه لو في جمهور حاضر أو في جمهور بيسمع فهو مم. بيقول معاك. مم. التواشيح بتبقى نوعا ما يعني زي الموال كده، اه يعني اه هي اسقاطات، يعني مثلا بدل ما نقول موال بنقول تواشيح، يعني بيبقى ايه يعني هي حاجه. فروق بسيطة، يعني اه مسميات مختلفة فيها فروق بسيطة، فيها ولكن فروق في بسيطه النهاية جدا، لكن في تقريبا النهايه بتبقى نفس يعني اللي عايز اقول لحضرتك وللساده المشاهدين مم. ان الحمد لله رب العالمين، يعني طبعا مصر كانت وما زالت اه الى الان يعني هي رائدة تعتبر الحقيقة في هذا رائده المجال. للانشاد الديني صحيح. وللمناسبات الدينيه عموما، يعني مم. مش مم. الانشاد الديني بس. مم. والحقيقه يعني طبعا دور الازهر الشريف ودور يعني كل المؤسسات الدينيه اللي موجوده في مصر الحقيقه كلها بتدعم الانشاد الديني، يعني مفيش مؤسسه في مصر خالص الا وبتدعم الانشاد الديني وظهور الانشاد الديني بصوره ايجابيه قدام الناس كلها. صحيح صحيح. والحمد لله رب العالمين، يعني احنا حتى كفرقه احنا جاي لنا عروض مم. يعني حتى خارج مصر عن طريق مم. مؤسسات دينيه برضو موجوده. فالحمد لله كويس. رب العالمين، يعني مصر ما زالت الحمد لله ان احنا موجودين في مصر، ان اه مصر ما زالت هي الرائده زي ما حضرتك قلت للانشاد صحيح الديني صحيح. وللمناسبات الدينيه. مم. والانشاد الديني بالنسبه لنا شغال طول السنه على فكره، مم. احنا ما عندناش موسم، يعني يمكن رمضان شويه بنبقى شغالين معظم الشهر، اه يعني تقريبا ما عندناش ايام بنريح فيها خالص، لكن بقيه السنه كلها شغالين برضه. يعني طول السنة في حفلات، في في مناسبات دينية مناسبات، بتشاركوا فيها، مصر وبتلاقوا ما طول إقبال السنه من مليانه مناسبات دينيه. ما شاء الله، يا رب دايما مصر تحتفل بمناسبات ما يعني شاء الله، سعيدة وجميلة. وبتلاقوا دايما إقبال من الشباب ومن المشاهدين جدا جدا والمستمعين. جدا طيب جميل. جدا. ويعني حضرتك كمان احنا الحمد لله يعني لينا تواجد في اماكن مم. يعني الحمد لله اماكن قويه جدا، فدي بتسيب لنا اثر كبير جدا مع الجمهور، والناس بتبقى متاثره جدا متفاعله مع فرق الانشاد الديني والتواصل معاهم يعني. جميل جميل يا عمرو. طيب عموما هنشوف معاكم ومع كل الساده المشاهدين معانا تقرير. في هذا التقرير هنشوف حفله للانشاد الديني من دار الاوبرا المصريه. نشوف هذه الحفله ونرجع مره ثانيه.